وحشتيني يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ رجعتي امتى من امريكا؟ انا بقالي اسبوع هنا. نورتيني يا حبيبتي ونورتي مصر كلها. بنورك يا حبيبتي. هو فين ميرو واحمد؟ جايبه لهم هدايا حلوه، يا رب تعجبهم. يا حبيبتي مكلفة نفسك، ربنا ما يحرمنيش منك ولا من ذوقك. ايه ميرو جابتلك هدية ايه؟ جايبالي لعب مفكراني عيلة صغيرة. وانا برضه جايبلي لعب، تعالى افرجهالك. ها يا ولاد، ايه الاخبار؟ الهدايا عجبتكم يا حبايبي؟ بصراحة يا طنط انت جايبالنا لعب وانا مش بحب اللعب، انا مش عيلة صغيرة. يا حبيبتي ما عجبتكيش؟ انا اسفه قوي، انا مفكره ان انتي سنك اصغر من كده. معلش المره الجايه ابقى اجيب لك حاجات احسن من كده. لا يا طنط، اللعب جميلة، تسلم ايدي. طبعا جميلة يا حبيبتي، ده كفاية تعبك فيها. مش كده ولا ايه يا ميرو؟ بصراحة يا ماما مش عاجباني، بعد اذنكم انا ورايا مذاكرة. خلاص بقى سيبيها، الاطفال ما بتعرفش تكذب. خلاص، انا ان شاء الله هعوضها في مره تانية. معلش يا حبيبتي حقك عليا. يا ستي ولا يهمك، دول اطفال، ما تحطيش في دماغك. ايه يا مروه، صاحبتك مشت خلاص؟ مشت، بس بنتك خلتني اخر احراج منها. بجد مش عارفة البنت دي جايبة كمية قلة الذوق دي منين. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ تصور جايبه لهم هدايا وجايبه لهم لعب، هي مفكره ميرو لسه صغيره. جايبه لها لعب، بدل ما تقولها شكرا يا طنط كتر خيرك، قالت لها احنا مش عيال صغيره عشان تجيب لنا اللعب دي. وردت عليها بمنتهى قله الذوق. انا مربياها على الصراحه، بس مش الوقاحه. ده كل حاجه بقت تقولها كده عادي، حتى من غير ما تجملها ولا اي حاجه. حاجه بجد تحرق الدم. ياه، زمان صاحبتك زعلت قوي. هي دماغها كبيرة وفاهمة ان هم اطفال، بس انا زعلانة يا حاجة زي كده ممكن تكبر معاها. من البداية طلع قليلة الذوق كده، لما هتكبر هتعمل ايه؟ لازم تقعدي معاها وتفهميها، تعرفيها اللي هي فيه ده مش صراحة، دي قلة ذوق. خلاص حاضر، هتكلم معاها. على فكرة يا ميرو، اللي انت عملتيه مع طنط النهاردة ده قلة ذوق. لا يا احمد، دي مش قلة ذوق، ماما قايلالي ما تكدبيش ابدا. وليلى على الأقل تسلم ايدك، لكن انت حرجتيها. اسكت انت مش فاهم حاجة. انت حرة بقى. عاملة اكل ايه يا ماما النهاردة؟ عاملة مكرونة بشاميل يا حبيبتي. بس خدي بالك يا ماما، انت المرة اللي فاتت كنت عاملاها وحشة قوي. طب تعالي لي بقى يا ميرو، نأجل بقى الاكل شوية. تعالي، عايزاكي. في يا ماما. في ان اسلوبك ده يا ميرو ما ينفعش. ينفع تقولي لماما بعد ما تعبت في الاكل اللي عملتيه وحش قوي؟ ده غير اللي عملتيه مع طنط سارة وقلة الذوق الفظيعة اللي عملتيها وخلتيني اخر احراج منها. ينفع حد يجيبلك هدية تقولي له هدية وحشة؟ طب حطي نفسك مكانها، انتي جاية ومنقية هدية وتعبانة فيها وجاية بيها من السفر، يجي حد يقولك الهدية وحشة، هتحسي بايه؟ يا ماما يعني اكدب عليها يعني؟ واكدب عليكي واقولك الاكل حلو وهو كان وحش؟ هو مش انت قايلالي ما تكدبيش ابدا؟ يا حبيبتي في فرق كبير بين ان انتي تكدبي وان انتي تكسري بخاطر حد. يعني هي مثلا جايبة الهدية عشان تفرحك، عشان تكبر خاطرك. ينفع انتي تكسري بخاطرها او تكسري بخاطر اي حد يا ميرو؟ ترضي حد يعمل معاكي كده يا ميرو؟ الصراحة يا ماما لا، بس انا ما كنتش فاهمة اللي ده كده بيزعل الناس مني. انا عارفة يا حبيبتي ان انتي مش فاهمة، عشان كده بفهمك. اما تلاقي حد بيحاول يفرحك لازم تحسسيه ان انتي فرحتي عشان تكبري بخاطره وتفرحيه زي ما فرحك. لكن تضايقيه وتحسسيه ان كل المجهود اللي هو عمله ده على الفاضي، حاجة تضايق. حطي نفسك مكانها يا ميرو. ولما انا اقعد طول النهار في الاكل وفي الاخر الاكل مش عاجبك وتيجي بمنتهى البساطه تقولي على فكره يا ماما الاكل ما كانش حلو، برضو حاجه تزعل. حطي نفسك مكاني يا ميرو.
خلاص يا ماما فهمت، انا اسفة. ماشي يا حبيبتي. المهم انت قبل ما تقولي الكلمة حطي نفسك مكان اللي هتقوليها له. هتقدري تتحملي الكلمة ولا لأ؟ علشان تعرفي تقولي ايه وما تجرحيش حد يا ميرو. حاضر يا ماما.